طيب ادي جه عندي حطيت الورقة، عملت لاير جديدة وفايل اوبن وضفت الورقة، بعدين عملت سبجكت سيلكت سبجكت، حددت العنصر ادي اتحدد اهو، بعدين اجي على اللاير واروح ادوس على الكاميرا دي، ادي الورقة بقت لوحدي. هاد لاير تاني، ما تنسيش اي حاجة تعملها هتحدد بيها لاير. هجيب السيلكت وهحدد نص الورقة. بص يا فوتوشوب، بص يا فوتوبيا، دي مساحة الشغل اللي هشتغل فيها. هاد كمان لاير وهاوبن فايل على اساس ايا يكن الشيء اللي انا حابة احطه في نص الورقة من فوق، وليكن هيكون المباني دي done. ادي اهو، هحركها ان انا احطها ايه فوق كده بالظبط. done done. بعدين هاجي هنا اتحددت. في الكمبيوتر كنا او اللابتوب كنا بنعمل كليك يمين بعدين كليك الماسك. طبعا هنا مش هنعرف نعمل كليك يمين بسبب ان ده فون. هنعمل ساعتها لاير وبعد اللاير هنجيب كليب الماسك. done. طيب هنا اختفت. ليه اختفت؟ لان ببساطة اللاير دي اللي انا عايزاها تظهر فيها، شايف في بينها ايه؟ في بينها تو لايرز انا مش عايزاهم. اللاير اللي فيها السلكت هسيبها، اللاير دي مش عايزاها فانا هنزلها كده. هي حاليا اتعملت فين؟ في نص الورقة اهي.